أكلت لحمة ورز وفاصوليا في رغيف واحد. اللي ما يعرفنيش أنا أميرة، ودي تاني حلقة في سلسلة حاجات نفسي أجربها قبل ما أتم ال30. والنهاردة قررت أجرب الأكل المكسيكي لأول مرة. رحنا مطعم لوكا اللي في المعادي، وكان أول مرة أتعرف على المطبخ المكسيكي، فطلبنا تاكو تشيكن جريل وكان تحفة. كل حاجة فيه كانت بيرفكت، وبتقدر تختار درجة السبايسي في الأكل زي ما انت عايز. كان لازم نجرب البيف بريتو، فهو أغرب تركيبة ممكن تتخيلها، شرايح لحمة وعليها رز وفاصوليا حمراء وكمان كورن ميكس تستغربه، لكن في الآخر طلع طعمه مظبوط. وأنا كتجربة يعني اوفرول ممكن أديها 8 من 10. وبما إننا في مود التجارب الجديدة، قررنا نعدي على مانجي تي اللي في المعادي برضه، وجربنا البيست سيلر اللي طالع ترند بقاله فترة، مانجو كوكونات. طعمها جديدة عليا بس حسيت إنها مش ذوقي. أما البراون شوجر بوبا فهو كان اختيار ممتاز، وفعلا كان خطير، وبجد لازم تجربوه من هناك. ما تنسوش تعملوا لي فولو واستنوا تجربة جديدة مجنونة قبل ما تم ال30.